السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معايا في قناتي مقتطفات حلوة من كل مكان. معاكم أحمد. النهاردة أعمل لكم طريقة عمل صوابع الجلاش محشية باللحمة المفرومة أو بالحشوات المختلفة زي ما انت حابة، بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. طبعا معايا العصاج بتاع اللحمة، زي ما كلنا عارفين العصاج بيتعمل ازاي. مادة دهنية، بصلة كبيرة ما بتبقى مفرومة ناعم، واحمرها شوية واحط عليها اللحمة المفرومة لحد ما تتعصج معايا، واحط عليها فلفل، آه، فلفل حامي او فلفل اخضر، واحط البهارات بتاعتي: فلفل اسمر، ملح، قرفة، جنزبيل. طبعا لحد ما اتعصجت معايا بالشكل ده، جبت بقى لفة جلاش. هبدأ بقى ان انا احط اللحمة المفرومة في الجلاش بالشكل ده، بعد ما ادهنها الاول بالمادة الدهنية عبارة عن سمنة على زيت. تمام، ادهن كده سمنة على زيت الاول، آه وبعدين احط بقى اللحمة المعصجة المفرومة المعصجة بالشكل ده، واحط ورقتين بقى الفهم في ورقتين جلاش بالشكل ده. اعمل بقى الكمية كلها بالطريقة ديت. ادهن المادة الدهنية طبعا سمنة بلدي، زيت. انا عاملة سمنة بلدي على زيت، انت بقى ممكن تحطي زبدة، عايزة تحطي سمنة اللي انت حباها. اهم حاجة المادة الدهنية بالشكل ده. تمام. آه عملت الكمية كده بالطريقة دي. تمام، عملت بقى كل الكمية بالشكل ده. ابدأ بقى ان انا اقطعه بالسكينة واشكله زي ما انا حابة. طبعا اخدتها من النص كده الاول، قسمتها على 4 اجزاء بالطريقة دي. عاوزة تصغري شوية تكبري شوية زي ما انت حابة. اهم حاجة عملتوها يبقى بالشكل النهائي كده بالطريقة ديت. دهنت بقى بالمادة الدهنية سمنة على زيت برضو، ومشيت كده بالفرشة، ودهنت كل الجلاش بتاعي بالطريقة دي عشان يورق معايا ويدي بقى لون احمر وجميل وذهبي كده. تمام، دهنت كده كله. طريقة سهلة جدا وبسيطة، تنفع في العزومات والمناسبات بقى السعيدة، وتفرحي بقى ولادك. طبعا بقى اعمل صوص التوريق او خلطة التوريق، عبارة عن كوباية لبن، بيضتين، فلفل اسمر، وملح. ملح، قلب بقى كده لحد ما اخفق كل الكمية كده بالطريقة ديت. هوزع بقى الصوص بتاعي على الجلاش بالشكل ده. هسيبه بقى حوالي بعد ما اوزع كله كده، اوزع في كل اجزاء الجلاش عشان خاطر يشرب بقى من الصوص الجميل ده، ويدي بقى اللون الاحمر الجميل، ويدي بقى ان هو يبقى طري من جوه ومقرمش من بره، وحاجه حلوه كده. اوزعه بقى كده واجنب الصينيه يمين وشمال لحد ما تتشرب كلها. اسيبها حوالي 5 دقايق قبل ما احطها في الفرن. تمام كده، حطيتها في الفرن على نار هادية، 200 درجة. حطيته في الفرن حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع بالكتير، خالص كان جاهز بالطريقة دي. ما شاء الله. اللون الأحمر بتاعي الجميل ومقرمش من بره وطري من جوه، وطعمها خرافي جميل جدا. بسم الله ما شاء الله، تحفة. جربيها وما تنسينيش بقى بدعوة حلوة ما تعملي الطريقة دي وتجربيها. ما تنسينيش باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصل لك كل فيديوهات الجديدة أول بأول، وتكوني أول واحدة تشوفها بإذن الله. ولو عجبك الفيديو دوسي لايك للفيديو، دعم منك للقناة. واترككم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.